يا رب تشوفي رسالتي في اسرع وقت. انا فرحي بعد اسبوع اكتشفت ان خطيبي بيكذب عليا بخصوص شغله، وانه اترفد من الشغل بقاله كذا شهر بسبب مشكله كبيره تقريبا كده. هو عمل حاجه غلط كبيره في الشغل عشان كده طردوه. انا مش عارفه اعمل ايه، واهلي كمان مش عارفين ياخدوا قرار. جابوه هنا وبهدلوه وقالوا له ازاي ما تقولش. قال لهم انه كان خايف يبوظوا الجوازه. دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه. دي مش اول حاجه اكتشف انه بيكذب فيها، وما قلتش لاهلي عشان بحبه، بس خايفه اعدي موضوع الشغل كمان اندم. شوري اعمل ايه والنبي؟ انا مقهوره. انا فرحي بعد اسبوع. الناس هتقول ايه لو فركشنا؟ ده احنا عملنا كل حاجه خلاص والشقه اتفرشت. انا فرحتي اتكسرت ومش عارفه اعمل ايه. انا قلت لصاحبه القصه حاجه بسيطه جدا. لو الحاجات اللي انت عرفتيها قبل كده ان هو بيكذب فيها عليكي وما كنتيش عديتيها وما سكتيش، ما كنتيش وصلتي للحل ده للاسف. كنت منتظره ايه لما تكذب عليكي كذبه واثنين وثلاثه، وهي حكت لي عن الكذبات دول. بس مش عايزه اطول عليكم. منهم كذبه خاصه بخيانه كمان، وحلف لها 100 يمين وصدقته وخلاص وعدتها عشان تعدي، عشان بتحبه. بتسيبوا الاشارات ليه اللي بتجيلكم؟ هي دي مش اشارات ان انتوا ماشيين في الطريق الغلط؟ بتسيبوا الاشارات دي ليه بقى؟ طبعا انا قلت لها اني فركشت الجوازه في التوقيت ده احسن بكتير ما تكمل وبعد كده تتطلق. هتزعل شويه بس معلش، طالما في كذبه ورا التانيه ورا التالته يبقى الحياه مش هتستقيم ابدا معاه. يبقى الشخص ده ملاوع مش صريح، اللي بيخبيه كتير. العيشه معاه مش هتبقى افضل حاجه، وان الانفصال دلوقتي افضل بكتير من بعدين. مش مشكله يعني ايه قبل الفرح باسبوع؟ مش احسن ما يبقى بعد الفرح باسبوع؟ ده اللي بيقولوا عليه ان احنا لسه على البر. سيبك من كلام الناس، سيبك من هيقولوا ايه. انت اللي سايباه عشان هو راجل كذاب. الراجل اللي بيكذب كروتين يومي ده ما يتعاشرش، ولا تبريره بانه ما قالش احسن الجوازه تبوظ دي شيء كويس، لا خالص. الراجل اللي بجد هيقف يقول الظروف اللي حصلت له ويشارك اللي حواليه، لانه راجل محترم ما بيكذبش ويخبي. انت هتزعلي دلوقتي وهتتقهري شويه وهتحزني شهر واثنين وثلاثه، لكن هتنفدي بعمرك كله. ده انت ربنا بيحبك ان حصل ده كله قبل الجواز. ساعات بيحصل بعد الجواز بمجرد يوم واثنين وثلاثه واسبوع وتبقى خيبه كبيره قوي. لا انتوا لسه على البر. افلتي اهربي. ده انت محظوظه ان انت عرفتي دلوقتي، محظوظه انك اكتشفتي الحاجات دي دلوقتي. غيرك ما عندوش الحظ ده. غيرك بيلبس وعشان يخرج من جوازه يقولوا لها ده انت لسه متجوزه بقالك اسبوع مثلا ولا شهر. الناس تقول ايه؟ طب استحملي، طب نحاول. ويحاولوا يلصموا في الجوازه ويحاولوا يمشوها سنه 2 و3 تجيب العيل تبقى بتلصم هي والعيل، وحاجه مرار. ده انت ربنا نجدك انك عرفتي دلوقتي. ما تفوتيش الفرصه دي. انت على البر، انت في الوقت الذهبي، انت مفيش حاجه كده فاتتك. هتزعلي شويه بس معلش، بتحبيه معلش. ما هو بعد الجواز لما تكتشفي على طول انه بيكذب 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 وهيطلع شخص غير اللي انت عرفتيه وحبيتيه اصلا، مش هتطيقيه. يبقى بلاها من دلوقتي، يبقى نخلع من دلوقتي. ما نستناش لما يبقى على كتفنا عيل واتنين زي ما ستات كتير بتعمل للاسف وتقولك هصلحه. مش جلبة حنفيه هي ناقصه يا مدام. مفيش حد بيتصلح، مفيش حد بيصلح حد، مفيش حد بيغير حد، مفيش حد بيتغير اصلا. كيلو الرمان اللي اشتريتيه من السوق هتروحي تلاقيه رمان برضه، مش هيقلب تفاح. ده اللي خدتيه وده اللي هيفضل معاكي. مفيش حاجه بتتغير. عشان كده انتي على البر. انفدي. يا بختك في بنات كتير غيرك معرفتش تنفد. عقلوها يا بنات، عقلوها وقولوا لها تجري. تنويه اخير: جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها اي حد غيري، ولا يتم نشرها الا بموافقه صاحبها او بطلبه هو شخصيا زي القصه دي. النهايه كانت معكم فيبي انور، سيناريستيه، ويومكم سعيد.